الباراموتور دي هي معده او طيران الشراع الخفيف، مختصر يعني الباراموتور. بارا اختصار كلمه مظله بالانجلش، وموتور موتور، باراموتور. رياضه الباراموتور من الرياضات الجميله جدا اللي طبعا جديده في مصر، ورياضه سهله وسيفتي، وهتكلم كتير قوي عن السيفتي بتاع الرياضه دي. الحمد لله احنا بنتبع المعايير الدوليه والعالميه في السيفتي بتاع الطيران الشراعي. طيارين الباراموتور اللي معانا من 25 دوله تقريبا، دول المحترفين اللي موجودين على مستوى العالم. قدرنا كمان ان احنا ندعو السنه دي في ايجيبت جيت 6 النسخه السادسه من بوابه مصر، التوب 10 بتوع العالم، يعني اللي هم يعني اكتر طيارين بروفيشنال موجودين في العالم لرياضه الباراموتور. وعندنا طبعا من اهم اللوكيشنز اللي موجوده في مصر اهرامات الجيزه طبعا اللي ابتدينا فيها الايفنت، وبعد كده طبعا الاقصر البلد الجميله اللي احنا دايما بنحبها، وهم كمان الاجانب والطيارين اللي بيجوا معانا دايما في كل ايفنت بيحبوا جدا الطيران فوق معالم الاقصر الاثريه. وطبعا النيل زي ما احنا شايفين جمال البلد اللي حوالينا والمنظر اللي على النيل والطيران فوق النيل، دي من الحاجات الجميله جدا اللي الطيارين بيجوا من كل دول العالم علشان يتفرجوا عليه. الاقصر تعتبر من الاماكن المتميزه جدا اللي الطيارين بيحبوا. طبعا السيفتي فيها الحمد لله عالي جدا. طبعا المعدات اللي بنستخدمها دي من افضل شركات المعدات اللي احنا بتصنع المعدات دي في العالم. طبعا شركات كتير، في كذا شركه موجوده على مستوى العالم، بس احنا طبعا بنجيب معداتنا من اكتر الشركات دي امان وبتتبع المعايير الدوليه للسيفتي. يعني هي معده طبعا زي ما انت شايفه كده، بيبقى فيه مكان للطيار ومكان للجست، بيبقى في أحزمة الأمان بتاعة المعدة. وطبعا زي ما انت شايفة المعدة كلها مصنعة على أعلى مستوى يعني، وبنتبع المعايير الدولية في الموضوع ده. دايما الأقصر مشهورة بالبالون، احنا بنتميز شوية عن البالون ان احنا بنقدر نتحكم في الاتجاهات بتاعة الطيران. يعني اقدر اروح في اي اتجاه، انا الطيار بيحتاج يروح في اي اتجاه بيقدر يتحكم في الاتجاهات لان هو طيران شراعي. الباراموتور الحمد لله نجح في خلال ال5 سنوات اللي فاتوا دول مع شركه سكاي وان، الحمد لله ان احنا نجحنا جدا في الموضوع ده، ان احنا عملنا دعايه جامده جدا للاماكن الجميله بتاعتنا سواء اثريه او ساحليه، والحمد لله بنحاول نحافظ على المستوى ده، بل بنطور كل سنه عن اللي قبلها، ودايما بنشوف ردود افعال الطيارين اللي بتيجي معانا.